مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. بصوا بقى، طبعا المطبخ ورايا حتى وانا في السعوديه. فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. لو الاكله الوحيده يعني اللي متعبه، ولازم بقى ايه، المصريين هم اللي يعملوها للسعوديين، واخدين بالكم؟ فالنهارده بقى هنعمل اكله حلوه. معايا فلفل هنا وخضره، وهنشوف بقى بقيه الحاجه. طبعا ايه، انا زي ما قلت لكم هنا بقى في السعوديه، وخالاتي موجودين في السعوديه بقالهم كتير طبعا، وبيعرفوا يعملوا الاكل المصري كله تمام. بس ايه، في بقى تكات لينا احنا بقى كمصريين طبعا بنعملها. رحنا بقى اليوم ده السوبر ماركت، وجبنا كده شويه حاجات زي ما انتم شايفين. هبقى اوريكم الفيديو اللي هو بقى رحت فيه في مول سوبر ماركت باندا، اسمه باندا يعني. كان جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، كان حلو يعني. طبعا انا لسه ما خرجتش في السعوديه كتير، يعني بقى لي اسبوع، لسه بقى في حاجات كتير قوي ابقى اوريها لكم. دي معايا كرومب. بصوا، كرومب في السعوديه بيتباع بالكيلو، يعني تاخدي كرومبايه الكيلو باين ب3 ريال او ب3.5، حاجة زي كده. وبتاخديها وتشوفيها هي كام كيلو، وبعدين يعني ايه بيوزنها لك ويحط لك عليها التيكت بتاعك وتحاسبي عليها عادي. فكانت بقى واحدة ب7 ريال، واحدة ب8 ريال، في واحدة ب6 كده. فهي عشان صغير مش كبير أوي. فنضفته كده زي ما انتم شايفين. وماما هنا بقى جابت زيت لغايه اما انا اسلق الكرنب. بصوا بقى، غيتنا وطبعنا بقى كمصريين بس مش كل المصريين يعني كما احنا. احنا عندنا الحلل اللي عندنا في مصر، زي ما انتم تشوفوا في الفيديوهات، ألمونيا عادي، ألمونيا. احنا بنحب نشتغل فيها، مش اللي هو مثلا ما عندناش تيفال، لا هو احنا ما عندناش تيفال بصراحة. لكن خالته عندها ما شاء الله تيفال كذا طقم. بس ماما لقت الطقم ده بقى في الظرف، وكانت خالتي يعني مش بتستعمله، فاهمني؟ ما بتستعملهوش، حاطاه في الضرفه كده يعني ايه، بتستعمل التيفال كده على طول. فاللي هو بقى انا ايه، قلت لها لا، بقول لك ايه، بعد اذنك سيبينا. فجيت انا وماما بقى غسلت لها الحلل دي، لان ايه كانت بقى لها شويه مش بتستعمل يعني. وماما جابت هنا البصل وفرمت مع البصل، اللهم صل على النبي، فلفل. وبعدين جبنا صلصه، علب الصلصه اللي هي الصلصه السعوديه دي، مكتوب عليها كده. فضينا كده الصلصه لما البصله بتاعتي تبلت. وبعدين هتحطي مكعبات المرقه دي، جميله جدا جدا يعني. بدأت أحس في اختلاف حاجات كتير في السعودية من مصر يعني، فاهميني؟ هي مصر حلوة طبعا من كل حاجة، أنا ما قلتش حاجة. بس ايه، في الحاجات دي يعني الماجي هنا جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. والطماطم بسم الله ما شاء الله. هبقى اوريكم فيديو زي ما قلت لكم اللي انا رحت فيه السوبر ماركت، كان تحفة تحفة. ماما هنا بقى هتبدأ تبهر التسبيكة بتاعت المحشي، طبعا كلكم عارفينها. حطينا الصلصة زي ما انتوا شفتوا، غليت شوية. حطينا شطة وكمون وفلفل اسود، وكزبرة تمام. وتحطي الملح بتاعك المظبوط ماشي كده. لو عندك بابريكا حطي، بس خالتي هنا ما كانش عندها بابريكا، كانت خلصت. فلو عندك بابريكا حطي. وماما كمان حطت رشة من ال7 بهارات، بتكون جميلة جدا. وهنبدأ نقلبها ونسيبها بقى تتسبك ماشي كده. كنا جايبين معانا بقى واحنا جايين من مصر، السعودية فيها نعناع، فيها نعناع وجميل. بس بقى يعني المصري طبعا، حاجات مصر انتوا عارفين. فايه كنا جايبين لخالاته من هنا يعني، من مصر نعناع. فبقى اول ما عملنا المحشي كده بقى حطينا حبة نعناع كده بقى بعد ما التسبيكة اتسبكت، كانت تحفة وريحتها والله كانت قلبة البيت. ده اول فيديو نعمله لما نخش لما دخلنا المطبخ يعني عند خالته، ده اول فيديو، اول اكله نعملها. طبعا خالتي عملت اكل كتير بسم الله ما شاء الله، وفراخ ومش عارف ايه، بس ما كنتش صورت يعني. المهم، هبقى اوريكم كده فيديو صغنن. كان في عزومه يعني،
ماشي. التسبيكه اتسبكت معايا. هنا بقى ايه، كيس باميه. الاكياس الباميه دي كنا جايبينها برضو من السوبر ماركت، حطيتها تتشوح. احنا بنحب نشوح الباميه قبل ما تتعمل. حطيناها تتشوح، وبعدين جبنا هنا معلقتين سمنه حلوين مع بصلايه كبيره حلوه كده، وهنبدا نخلي البصله بتاعتي تدبل. وبعدين هجيب معلقه من الثوم تحطي مع الباميه كده وهي بتتشوح، قرن فلفل هتديكي طعم جميل جدا وريحه. حطينا بقى ايه معلقه ثوم كده مع البصله لغايه بس من البصله ريحتها كده تطلع معاكي وتبقى جميله كده. هنبدا نحط بقيه المكونات بتاعتنا. يا رب بقى الفيديو ما يكونش رخم عليكم ولا كنت برغي كتير بس ايه، عادي يعني. حطوا بقى لايك وما تنسوش. هبدا احط معلقتين كده من الصلصه السعودي، وبعدين هبدا احط مكعب من المرقه. ماشي كده. وشوح المرقه كده كويس مع الطماطم والبصل. وهنا اللي اكتشفته في السعوديه بقى ايه يا جماعه، حتى خالاته وولاد خالته وكده، خالتي لما بييجوا يعملوا الباميه ما بيحبوش يعني عصير طماطم نحط كده زي ما احنا بنضربها في الخلاط، لا بيبشروها. يعني حتى مش بيخلوها يعملوها في الكبه اللي هي مثلا نص ضربه. الكبه طبعا انتوا عارفين مش بتعمل الطماطم زي يعني زي الخلاط، فلا هنا بتتبشر بالمبشره. فاللي هو ايه كنا مستغربينها، بس بصراحة طلعت حلوة. هتشوفوا شكلها في الاخر كان جميل. حطينا بقى الطماطم المبشورة، وبعدين حطيت اللحمة كانت استوت معايا. طبعا عارفين سلق اللحمة عادي، كانت استوت معايا اللحمة. وبعدين ماما هنا كانت بتحط لي بقية الصلصة. ولان ايه ما كناش نعرف حوار موضوع المبشوره والكلام ده كله، يعني بنضرب في الخلاط زي ما بنعمل. حطيت الباميه بعد ما اتشوحت، وبعدين حطيناها شوربه وسمناها بقى تتسبك كده والباميه تستوي. كانت بجد تحفه 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 عن تجربه يعني. حطيت الرز مع التسبيكه بعد ما اتسبكت، وبعدين حطيت الخضره شبت وبقدونس وكزبره عادي جدا. كنت جبتهم وقطعتها وغسلتها كويس جدا، وهشوح الكلام ده كله على النار كده، تديله تشويحه برضو على النار بيكون طعمه تحفه قوي. هقطع بقى ايه، كنت نسيت بصل اخضر. يا جماعة البصل الأخضر في المحاشي بيكون حاجة تانية خالص. أنا عملتها معاكم في كذا فيديو. ففي المحاشي بيكون حاجة تانية، بيديكي طعم وريحة للمحشي جبارة، وبالذات لو حطيتيه كمان مع الممبار بيكون الخلطة بتاعته بتكون تحفة. المحشي حشيناه. طبعا انتوا عارفين الكرنب بيتحشي ازاي والكلام ده كله. رشي بقى رشة خضرة من فوق الوش عشان تديكي الفحفحة والريحة اللي بصي ما اقولكوش المية بقى جبت هنا فلفل اسود، وحطيت معلقة صلصة وكمون، وظبطت الملح بتاعي، وحطيت شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا اسقي المحشي بتاعي على النار. تمام زي ما انتوا شايفين كده. اسقيه واحطه على النار، مش يعني اسقيه اسقيه واحطه على النار. وكمان كان معايا فلفل رومي وفلفل اللي هو السبايسي اللي هو بيكون طويل شوية ده. حشيناه. وهنبدأ برضو ايه نحطه اهو زي ما انتوا شايفين كده. لا اله الا الله. هبدأ احطه بقى ايه يستوي براحته على نار هادية. جيت هنا بقى قلت مادام بامية والكلام ده كله نعمل بقى شوية رز بشعرية. طبعا الرز بشعرية ده للطلب، يعني انا بنت خالتي طلبته مني فانا استحالة اقول لها لا. فحمرت الشعرية بتاعتي، وبعدين هحط مكعبين من المرقة عشان تديكي تيست جميل كده للرز بتاعك. هتبداي بقى ايه، اهم حاجه تفككي المرقه بتاعتك مع الشعريه اللهم صل على النبي شويه زيت ومعلقتين سمنه او معلقه سمنه كبيره حسب الكميه اللي هتعمليها. ده مش رز مصري، تمام، ده رز سعودي. بس بجد كان تحفه. يعني انا اول مره اعمل رز بسمتي بالشعريه، بس عن تجربه يعني كان جميل. جبت هنا بقى اظبط الملح، وما تزودوش في الملح بقى عشان ايه لو حطيت مرقه زيي. هبدأ بقى اشوحه كده شوية، وبعدين حطيت المية كده على طول من الكتل. وكان طعمه مرة لذيذ. قاعدة في السعودية لازم اكون زيهم. كان جميل جدا. بص بقى هبدأ مش هسقيه قوي لان الرز البسمتي اللي معايا ده مش بياخد مية كتير،
فده اللي عرفته من خالتي يعني، قالت لي ده مش بياخد ميه كتير. قلت لها ماشي، لان في انواع رز كنت بستعملها في مصر لا كان بتاخد ميه يعني. فدلوقتي قالت لي ده مش بياخد ميه كتير، قلت لها تمام ماشي. اول طبعا ما هو هيغلي على طول لان الميه كانت سخنه يعني من الكتل. فقلت لها ماشي. اول ما غلي كده رحت ايه موطيه عليه، وجيت هنا بقى شويه الشوربه الحلوين بتوع اللحمه دول اسيبهم. لا ازاي ما اسيبهمش. في اكياس بقى بتيجي نص كيلو ملوخيه، بس ملوخيه متقطفه بس نضيفه جدا، جبناها من الدانوب. هو اسمه الدانوب، مش عارفه انا قلته صح ولا غلط. المهم بتيجي نضيفه، غسلتيها طبعا وخرطيها، اعملي زي ما انت عايزه. جبت الميه وحطيت كده معلقه من الثوم وسبت الميه تغلي، وبعدين نزلت بالملوخيه الخضراء الجميله بتاعتنا. طبعا ايا كان هي كانت جميله، طعمها حلو وكل حاجه، بس مش زي بتاعه مصر بجد. لا لا، في فرق، في فرق يا جماعه. لا بس يعني لذيذه وحلوه يعني ما شاء الله، كان طعمها حلو. جيت بقى وهي ايه بتغلي كده على نار هاديه، هديت النار على الملوخيه. لا اله الا الله. جبت معلقه سمنه، وبعدين احط بقى الثوم ونعمل الطشه المصريه الاصيله الجميله العسوله بتاعتي. ماشي، هبدأ كده سيحت السمنة واحط معلقتين كده حلوين من التوم. احنا كنا فرمين شوية توم وحطينهم في طبق كده جنبينا. اي حاجة ناخد كده، اي حاجة ناخد على طول. ماشي. وبعدين هبدأ بقى اللي انا اعمل التومة بتاعتي. طبعا يا جماعة ما تخلوهاش تاخد لون عشان ما تمررش معاكي الملوخية، يعني ما تديهاش اللي هو لون وكده، لا. عذرا، كنت بشرب عشان تعبت. انا حاسه ان انتوا كمان تعبتوا. المهم، فحطيت كده شويه بقى من الكزبره، الكزبره الخضراء. لا الكزبره اللي هي التوابل يعني. وبعدين تش كده على الملوخيه. ماشي. كانت جميله جدا. تعالوا بقى ايه نغرف هنا بقى في السعوديه عموما. اللي عرفته ان هما يعني في عند خالتي طقم صيني ما شاء الله، وفي كذا طقم بسم الله ما شاء الله يعني. لكن ان هم بيغرفوا في الطبقان البلاستيك دي عشان يرموا على طول، لان اكترية السعوديين ما بيحبوش يقفوا في المطبخ كتير، فاهمني؟ فاللي هو ايه كفاية الحلل والحاجات دي. فاللي هو ايه لا الصحون والكلام ده، يعني صحون بيقولوا صحون، بيرموا على طول. وده بقى بصوا شكل المحشي، يوه على المحشي وجماله، المحشي قمر. والرز بشعرية، وكمان كانت خالتي مخللة ليمون، هتشوفوه. والملوخية والبامية كان بجد طعمه تحفة. ما تستنوني بقى في فيديو جديد، وباي باي.